قدر امام عاشور بالحريه الكامله اللي اداها له كابتن اسامه نبيه ان هو يفرق جدا مع نادي الزمالك في المناطق الهجوميه والتحركات المتميزه بتاعته اللي كان فيها ذكاء كبير ما بين الخطوط. وان هو كان بيعرف يفضي لنفسه مساحه عشان يستغل قدراته الهجوميه وامكانياته بشكل كويس، مع الربط اللي كان موجود بالنسبه للجبهه الشمال اللي فيها عبد الشافي ومصطفى شلبي. ان دايما مصطفى شلبي ما كانش مسلم نفسه للخط، لا على طول كان بينزل في عمق الملعب عشان ياخد الراجل ده معاه اللي هو باسم علي، ويبدا يفضي لنفسه المساحه دي يشتغل فيها يا اما عبد الشافي يا اما يقطع فيها بشكل قطري امام عاشور، وشفناه اكتر من 3 4 مرات، يا اما يشتغل فيها دبل باص ما بينه وما بين مصطفى شلبي، ويبدا عبد الشافي يقرا الكلام ده كويس ويتحرك شلبي في ظهر باسم علي. وشفنا الكلام ده في الهدف الاول وفي الهدف الثاني، ان الكوره اتلعبت هنا لامام عاشور دبل باص ما بينه وما بين مصطفى شلبي، عبد الشافي بيقرا الموقف بيحط الكوره بمنتهى السهوله لمصطفى شلبي اللي بيقطع قطري في ظهر باسم علي في الجزئيه